سلام زينات، ان شاء الله تكونوا بخير. وصفه تاع اليوم جبت لكم البراج ولا المطقبه تاع الطاجين، ولا المقروط تاع الطاجين، كل واحد كيفاش يسميها. وصفه هايله، وجه هشيشه وما التمر ديالنا يعني يجي معسل. وهاد الوصفه اللي توالم بزاف للقهوه سواء تاع الصباح ولا تاع العشيه. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير. بسم الله. في بول ولا في تفنه نجيب هنايا 3 كيلات تاع السميد يكون متوسط. فوالا، هنا السميد يكون متوسط. انا درت بول يعني باش تخرج لي كميه لاباس بها. درت هنايا 3 كيلات. راح ندير لها هنايا كل كيله راح نضيف لها مغرفه كبيره تاع الفارينه. فوالا، يعني كل كيله تقابلها كيله تاع عفوا مغرفه كبيره تاع فارينه. فوالا باش نتحصل على يعني لاباط ديالي من في الطياب ديالها تجي ملسه تجي مليحه. من بعد راح نضيف لها هنا مغرفه صغيره ما تكونش معمره مليح تاع الملح. وعندي هنايا نص مغرفه صغيره تاع بيكربونات، يعني تعطي لها واحد الخفه ولا 4. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه. وراح نضيف لها هنايا مغرفه كبيره تاع العسيله باش تعطي لي الاحمرار هذاك. الشباب ما عندكش عسيله ضيفي مغرفه كبيره تاع السكر عادي، يعني في كلتا الحالتين يعني راح يعطولك داك الاحمرار باش ما تقعد جهه حمراء وجهه بيضاء. دوك هكذا غير بالمغرفه نبدا نحرك برك هذاك، ندخل الملح وبالكربونات والعسيله في السميد، مام الفارينه تتخلط مع السميد. فوالا بهذه الطريقه. دوك هكذا راح ندير حفره في الوسط. وراح نجيب هنايا، انا جبت هنا مارغرين وانتم ديروا مارغرين ولا السمن، يعني في كلتا الحالتين تخرج لكم مليحه. عندي هنايا كيله غير اصبع تاع السمن ولا المارغرين اللي عندكم. انا درت هنا مارغرين تكون دايبه وبارده، كملتها يعني سوا للفم تاع زيت. قلت لكم كيله غير اصبع تاع المارغرين تكون دايبه وبارده. ما عندكش مارغرين ديري سمن ولكن يكون بارد. وقلت لكم تكملوها يعني كيله سوا حتى للفم بالزيت. من بعد هنايا فرغتها. من بعد هنا تقعدوا تبسوا فيها كما راكم تشوفوا. يعني هاد الخطوات ما تستهينوش بهم، هما اللي يعطيكم النتيجه مليحه في المقروط ولا في حاجه تقليديه. لازم تبسوا مليح. فوالا كما راني ندير بورطوني نزل في لا فيديو. وكان وين قطعت باش ما يجيش طويل. نتوما هكا 2 دقائق وانتوما هكا تحكوها بينيتكم، يعني تضمنوا بني هذاك السمن يعني تشرب في الحبيبات. من بعد جبت هنايا نص كيله تاع ماء ونص كيله تاع ماء الزهر. انا نحب ندير ماء الزهر باش تعطي لي ديك النكهه تكون بنينه، ما نحبش نديرها غير بالماء. فوالا راح نبدا نرش بشويه حتى نتحصل على يعني حتى تطمالين تحصل على عجينه يعني عادي تكون متماسكه. لكن يعني نستخدم غير يديا، مانيش ندير مانيش نعجنها. فوالا شوفوا. من بعد راح نزيد نضيف لها هنا تقريبا راح تدي لكم يعني تقريبا كامل الكميه، يعني بيقعد منها حوالي من 4. فوالا شوفوا هنا بدات تطمى. راح نزيد ندير لها شويه، يعني نقعد ندير شويه كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على يعني تحسوا لها بني تكون شاده يعني طريه شويه. لوطو يعني اللي تخدموا التمر وتواسوها تكون هذيك هي شربت. فوالا شوفوا هنايا راهي طريه شويه. فوالا هذا هو القيس ديالي. دوك هكذا راح نطميها كوريه ونغطيها بساشي. شوفوا شحال هي طريه. نغطيها بساشي. نفضل لي قلت لكم حوالي ان دوا هكذاك. نغطيها بساشي وندوز نخدم التمر ديالي. فوالا دوك هنايا نجيب التمر. انا التمر هنا ننصحكم تجيبوا هذاك التمر والله ما على بالي كيفاش يقولوا له، يعني يتباع هكا في حاجه كبيره ساشي ولا تتباع بالميزان. ماشي هذاك اللي يجي العظم ديالو يجي مرحي، هذاك يجي عيان، هذا يجي معسل وبنين. يعني هذا التمرات تلقاو فيها العظمه ديالها لداخل. تنحوها من بعد كي نحيت كامل التمر كما راكم تشوفوا نحيت العظمه هذيك. درت لها مغرفه صغيره تاع المارغرين ونقعد ندير في الماء الزهر حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. فوالا ولو طور راني نعجن راني نفيريفي اون سي جامي يعني تقعد لي كاش حبيبه تاع عظمه ولا. فوالا شوفوا يعني هاد الحشو يجي لداخل، يعني هاد التمر يجي معسل يجي هايل. قلت لكم خير من هذاك تاع العظم. فوالا راني نشوف هنايا كاش عظمه. دوك هكذا نخليه تكوتي. هنا قسمت العجينه على 2. حطوها يعني فوق ساشي ولا انا درت هذاك بابي كويسون طابي هذاك ودرت فوقها ساشي. انا هاد الساشي عند لقيت غير هاد الساشي نقرضوا الساشيات. فوالا شوفوا هنا شحال راهي صغيره. مي نتوما تجيبوا ساشي تاع
تاع خبز قسموها على 2 ومشوا بها. فوالا تقعدوا تمشوه على قيس هذاك المستطيل، يعني ما تكونش خشينه وما تكونش رقيقه بزاف، لانه حكي زيد ندير التمر راح نزيد يعني نمشيها. فوالا دوك هكذايا نقعد تاني نمشي التمر ديالي، وتلمو هذا التمر يعني معسل يتمشى بكل سهوله، يعني تقول بات يعني راح نمشيها قيس هذاك السوا اللي مشيتو الاول. فوالا دوك نبدا هذاك الطابي، من بعد نحط التمر من الفوق. فوالا وين يعني شفت الاطراف خارجين ولا نطويهم برك هكذا. دوك نزيد نمشي انايا نزيد نمشي الطبقه الفوقانيه كما مشيت الخطره الاولى، يعني باش ما نطولش عليكم. فوالا ثاني فوق بابي كويسون مشيتها ولا فوق ساشي. بابي كويسو يساعدكم احسن، انا ما كانش عندي. من بعد ساهل وين دوك هذوك نجيب موس نحي هذوك اللي طاحوا بلي كوتي كما راكم تشوفوا. راح نزيد يعني نبلاطيها برك، يعني حاجه خفيفه تقدروا بين اليدين تواسوها. فوالا شوفوا يعني تبداو ترقعوا فيها عادي. فوالا دوك نسيي نغطي كامل هذاك التمر باش كي نبدا نمشيه تخرجوا يعني السطح الفوقاني يخرج لي بزاف مليح. فوالا وهنا قلت لكم تقدروا تستخدموها بالسمن ولا بالمارغرين، وانا هنايا استخدمتها يعني بالمارغرين، ما كانش عندي السمن. فوالا دوك هنايا راح نجيب ساشي، وراح يعني نبدا نحل فيها كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على السمك يعني تاع الحبه تاع البراج، ما تكونش يعني تكونش عاليه وما تكونش تاني بزاف هذيك الرقيقه تاني ما تجيش مليحه. يعني السكم ديالها حوالي 1 سنتيمتر هكذا. فوالا دوك نمشيها على مستوى واحد، تقعدوا هكا تمشوا فيها على كامل ما التمر يعني توزع كامل عليهم. فوالا قلت لكم نتوما تجيبوا ديك الطاشي كبيره باش تساعدكم ماشي هكذا. انا قاعده نتعافر مع هذا نص ساشي. فوالا دوكا يعني هنايا كملت مشيتها، حسيت هذاك هو القوام ديالها. دوك هنا راح نجيب طابع ولا طبعوها غير باليد، نصيحه يعني باليد تخرج خير من هذا الطابع. شريته وندمت. مام الحبات ديالو كاينه واحد الطروف على كما راكم تشوفوا، شوفوا ماشي كيف كامل، يعني اصلا جاي معوج. وكان قطعتها باليد تخرج لي خير. فوالا قلت لكم يعني ما تقيدوش بهذا المول. دوك حنطبعها كامل، من بعد يعني نجي نفيني الحبيبات ديالي. فوالا هنا بعد ما طبعتها راح نجيب كوبات ولا تجيبوا يعني موس، تبداو تنحوا هذوك الزوائد كما راكم تشوفوا. الكوبات هذه تاع الحديد شحال بخاتيك يعني تساعدكم في كل شيء، سواء في البقلاوه ولا يعني ترفدوا بها الحبيبه تاع الحلوه، ولا في الليصاج تاع الباتيسري، يعني تخد فيها كل شيء، يعني تخدموا بها شحال من حاجه. دوك هكذايا راح نبدا نسوي فيها لي كوتي هكذا، نخدمها مليح من الاطراف هكذا باش نتحصل على نتيجه تكون بزاف هايله كما راكم تشوفوا. وهذا هو السمك ديالها. دوك راح نزيد نكمل نحي الحبيبات ديالي واحد، كل ما تنحوا يعني وحده راح تفينيوها وتحطوها في سنيوه يعني حتى تكملوا كامل الكميه ديالكم. ويعني هاد الوصفه تقعد لكم طريه لاطول مده، يعني محاش كامل تيبس. المهم يعني تجي في الحميمه تجي حمراء، يعني حميمه من الفوق. السر ديالها هو عفوا العسيله اللي تعطي لها داك الاحمرار. فوالا شوفوا كيكون التمر لاصق يعني بالكوباط تاع الحديد يعني تتقطع بكل سهوله. دوك بالطبع انا نكمل كامل الكميه ديالي. من بعد سخنت الطاجين ديالي ولا المقله ديالكم تكون ثقيله، كي يسخن حتى نقصوا له مليح. هي من الاحسن يعني طيبوها فوق الطابونه خير، تشعلوا لهم في 3 وتنقصوا لهم كامل مليح، يعني حطيب لكم كميه كبيره ماشي هكذا طيبوا غير في الوسط. فوالا وهنايا تلمونا كاين دائما ديبلاسي من الكويزينيه نكون شاده التليفون يعني يبوجي شويه، سمحوا لي برك. فوالا دوك هنايا خليتهم يعني حتى يتحمروا الجهه التحتانيه باش نجيز نقلب الجهه الفوقانيه. فوالا شوفوا هنايا بعد ما بداو يحمروا ندوز نقلبهم، يعني خلوهم يطيبوا بعقلهم ما تسرحوش بزاف للنار. فوالا ودوك نخليها حتى تكمل تحمر. فوالا دوك هنايا ندوز نقلبهم حتى نكملهم وندوزو مع بعض نشوفوهم. فوالا هنا بعد ما كملت الكميه ديالي بالطبع ماشي هذه كامل، خرجت كميه لاباس بها.
فوالا هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا كيفاش تخرج حمراء، والتمر هذاك اللي قلت لكم عليه نتمنى تشرو هذاك التمر بزاف بنين، يعني تقولي تمر يعني تمره تاع الصح ماشي هذاك اللي مرحي بالعظم. فوالا وهذه هي النتيجه ديالنا كما راكم تشوفوا، يعني نمطقبه تاع طاجين على اصولها بنينه وهشيشه وتوالم بزاف يعني القهيوه كما راكم تشوفوا. ويعني هنا من مازال ما بردش، مازال هكذاك سخونه شوفوا. فوالا هكذا ما عليا غير نقول لكم تلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده والى الملتقى ان شاء الله.